ده مشروع من امهاتنا بتعمله من البيت، كشري مصري بس بيتي بقى. هنشوف الكشري بتاعها هيبقى رايق ولا هنتضايق. يلا ان شاء الله. ريحه فاح. اوف اوف اوف. كشري البيت ده تعرفه من الصلصه، هي فيها صلصه كتير بس مش طماطم، فاهم، مايله للصلصه. لكن هي لو عملتها ان هي تعملها طماطم اكتر من هي صلصه هتبقى جامده. انا بحب الكشري جدا، والحاج عندي ربنا يديها الصحه نادرا ما بتعمله لانه متعب يعني. ايه ده؟ الدقه لونها محمر، ريحتها هبت في راسك. ها لهوي، هلا هي دي دقه المفروض مش صلصه. فانا مش عارف، هو كل شيخ كل طريقه. حط صلصه يا باشا. يا الله، انتوا مش متخيلين ان الريحه رهيبه. بسم الله. من كشري بيت، انت كأنك واخد علبه كشري من عندك في البيت طلعت نمره 6. ده اللي انا حاسه دلوقتي. في قيمة رايق مرتاح متربع. اللي بعده الحواوشي. الحواوشي كان بسعر 50 جنيه. اتمنى ان هي تكون حاجه كويسه. الريحه وصلت عندك؟ ها ما شاء الله. لا جامده يا حاج، بسم الله. وعشان كده ب 50 جنيه، ولحمه بهارات قليله 50 جنيه ونظيف وبالطعم ده جامد. كل كوم والكشري كوم تاني. الكشري صح العلبه دي ب 25 جنيه والكبيره دي ب 45 جنيه. هسيب لكم رقم امنا ديت في الكومنتات، وان شاء الله اللي حابب يطلب منها يبلغها على الاقل بلا ان هي بيت وكده، لان هي مش بتعمل كميه. وما تنسوش بقى تصلوا على النبي وندعم امنا اللي بتعمل الكشري من البيت. استنوني في حلقات جديده وما تنسوش تصلوا على النبي. سلام.